السلام عليكم أحلى متابعين لقناتي. أنا سعيدة بوجودكم في حياتي ودعمي بأحلى كلام ولايك للفيديو علشان يشجعني. يا ريت تكونوا دايما معايا. أتمنى أكون بنزل لكم كل جديد عن عائلة حوارات. هي كلمة الطلاق بالسهل كده؟ المقلب يخلينا يبقى على لساننا كلمة الطلاق. المقلب ده بين كل واحد على حقيقته وازاي نخاطر بزواجنا عشان حاجة هزار في هزار. تعالوا بقى نتكلم. كل الناس عارفة ان مقالب حوارات متفقين عليها، بس صفة حقيقية في نهال هي السيطرة، وحسن بيعمل لها ألف حساب. نهال ثبتت وجودها في عيلة حوارات من أول يوم جواز. الكل بيخاف من نهال وبيخاف على زعلها. هي كمان ما تهتمش أصلا بكلام الناس، ويقولوا لها طريقة لبسك وكشفك لشعرك من قدام، وده طبعا مش حجاب. ونيجي بقى الفيديو التحدي النهاردة. من ضمن الكلام اللي سمعته في الفيديو ده وكتير من الناس مش هياخدوا بالهم ان محمد قال لحسن يا كلونيا. الجملة دي طبعا انتوا عارفين ابو زياد الله يسعده يا رب ويرد له ولاده، كلمته دي الشهيرة يا كلونيا. بس بصراحة في المقلب ده حسن بين لنا ان امه هي الاولى وهي رقم واحد، وشوفنا حسن وهو بيدافع عن آلاء بطريقة راقية. طيب لاحظتوا حسن وهو بيقول لمراته لازم تعتذري لأمي وإلا. طب شفتوا الوقعة اللي وقعتها نهال مع أم حسن؟ الحاجة سعدية وقعت على الأرض. لو كانت بقى نهال حامل زي ما بيقولوا ما كانتش وقعتها ونامت فوقها، وحسن يحاول يشيل في امه وبعد كده يشيل في نهال. بس حلوة منك قوي يا حسن ان بدأت بامك وانت بتشيلها من على الارض. عارف لو كنت بدأت بنهال كان متابعينك هيزعلوا قوي، ودي حاجة تتحسب لك يا حسن. لما امك وقعت ونهال وقعت، امي الاول ولا مراتي؟ حسن وطى وشال امه. اما بقى اللي كان بيصور لنا المقلب كان هو زياد. اهلا يا زياد، باباك ما وحشكش؟ مش عايز تروح له يا زياد وتحضنه وتقول له حقك عليا يا ابويا؟ انا بعمل مقلب معاهم وبحب اخوالي وبحب العيله ديت لانهم عيله امي الله يرحمها اللي ماتت، بس انت برضه ابويا وعلى راسي. ايه يا زياد، انت ممكن تتفاهم معاهم وتقول لهم ابويا مهما كان، لو هو حتى مضايقكم بس هو ابويا وانتوا اخوالي واحنا كلنا حبايب. يا زياد انت كبير وهتتحاسب زيك زي الناس الكبار اللي قدامك دول. طب تعالوا بقى نرجع تاني لكلامنا عن المقلب ده. لما وقعت الحاجة سعدية ونهال على الأرض، المفروض في المونتاج كانوا يقصوا الموقف ده، بس ارجع اقول مش مشكلة، اهو حاجة ناخدها ايجابية ان حسن وطى وشال امه. المقلب ده بقى لما الناس طلبت من آلاء تاخد حقها من حسن لما كان عمل معاها مقلب قبل كده، فقعدوا بقى يمخمخوا ويقولوا ازاي نعمل مقلب في حسن، نعمل ايه. فقاموا رايحين جايبين التليفون. الاول اتفقوا مع امه، قالت لهم بس ما تاذوش ابني، قالوا لا حاضر. قاموا جايبين زياد، انت اللي هتصور يا زياد، قالوا اوكي. راحوا بقى متصلين على حسن، قالوا لي يا حسن في خناقه ومعرفش ايه ومامتك وآلاء بيزعقولي وكسرت لي طباقي وكسرت النيش ولازم انت تتصرف وتاخد حقي. جه حسن انا بختصر ليكم. جه حسن نزل طبعا محمد كمان كلمه الاول، الحق يا حسن مراتك ما حدش شاكمها وفي ايه بالظبط، مراتك طلع علينا كده ليه، ما تشوف مراتك وسيطر عليها يا حسن. قام حسن قال له ايه اللي حصل بس يا محمد؟ قال له لا انا ماليش دعوه، انت تيجي تشوف مراتك دي، انا ماشي، انا في الطريق اهو ماشي، انا هاخد امي وماشي، وانت ما ينفعش اللي انت بتعمله معانا ده، انت اللي مجرأ مراتك علينا وازاي تعمل كده مع امك. قال له طب انا جاي اهو. قال له لا انت هتيجي بس مش هتلاقيه. طبعا نهال قعدت تحط ميه من البسين على وشها عشان تعمل نفسها معيطه، وكمان عشان لما يجي حسن هي تصعب عليه، بس هي بتقول انا خايفه، انا كنت خايفه وانا بعمل المقلب. طبعا محمد خد بعضه ومشى واتفق مع نهال وقال لها سلام بقى يا نهال، وانت شوفي شغلك وكملي يلا يا آلاء. آلاء مشت مع محمد
وراحوا يستنوا كده لا يحصل ايه، وودعوا بقى مامة حسن، وجت هي تنتظر بقى. حسن جه قال لها في ايه اللي حصل؟ قالت له ماليش دعوه، انت تاخد لي حقي، انا في البيت ده انا متهانه، انا معرفش، انت بتقعد تيجي عليا انا وتصرف مع امك قال لها امي ايه انت بتقولي ايه؟ جه حسن وقام واخدها ورايحين، ده طبعا بعد ما ايه محايله انها تقوم معايا وهي قامت بالعافيه. فاما راحوا على بيتهم، على بيت محمد، وقال له ايه اللي حصل؟ قال له اسأل مراتك، ده انت حتى شكلك جايبها بالعافية. امه قالت له انت ما خدتليش حقي، انا ما فيش كلام بيني وبينك انت ومراتك، انا هسيب لك البيت وما فيش مكان يجمعني بينك ومع مراتك. قام راح حسن قال لها قومي يلا بسرعة بدل ما اجيب ابوكي ونتكلم. انت دلوقتي المشكلة مش مع امي ولا مع اخواتي، المشكلة ولا مرات اخوي، المشكلة دلوقتي مني ليكي. قال هي طبعا عاملة نفسها متأثرة قوي، ولا انا ماليش دعوة، مش هقوم اصلح حد. المهم اخوه لما لقى الموضوع هيزيد وحسن كان على لسانه كلمة الطلاق، انا عايزة ابوكي وعايزين نخلص. قام حسن، اما محمد حط ايده على بقه وقال له كفايه كده يا حسن واحنا بنعمل فيك مقلب. طبعا حسن قعد بقى يعض في نهال ونهال تعض في حسن، ومامته تضحك، وقامت نهال في وسط الكلام قالت له بس يا ابن العضاضة، قالت له ده بتقول لك يا ابن العضاضة، ده كلام. وقامت واخدة نهال وقامت قعدوا يضحكوا مع بعض. الامور يا جماعة بناخدها ببساطة، يعني اهي بتقول له يا ابن العضاد، الست خدت الموضوع ببساطة. دي رسالة لكل الحموات، خدوا الامور مع مرات ابنكم كأنها بنتكم. وبرضو بتكلم لمرات الابن، اعملي مامتك مامة زوجك كأنها امك، فهتاخدي الموضوع ببساطة. يا مامتك مش كانت بتزعقلك، اهي قالت له يا ابن العضادة، ده بقى ده يوسف، وديت نيرة أولاد أبو زياد. طبعا زياد ونيرة ويوسف، ربنا يا رب يرجعهم لأبوهم ويرجعوا لحضن أبوهم اللي ملهمش غيره ولا له غيرهم، وما فيش حد يحبكوا قد أبوكوا يا نيرة. بلاش بقى في المقالب نخاطر بموضوع الطلاق، ما ينفعش. إذا كان أنا زعلان من مراتي أو أنت زعلانة من زوجك، لا تقولي له طلقني ولا أنت تقول لها طلقك. كل حاجة في الأول وفي الآخر لها حل، ما فيش حاجة في الدنيا ملهاش حلول. وربنا يا رب يقرب الناس من بعضها ويسترها علينا. الطلاق طبعا بقى بوفرة في المحاكم، وما بقاش القضاء ما بقاش ملاحق من قضايا الطلاق وقضايا النفقة وقضايا زيادة النفقة والحاجات دي كلها. ربنا يسترها علينا وعليكم. أتمنى أكون أفدتكم، وأتمنى أكون الفيديو بتاعي في إفادة ليكم يا رب، ومش كل حاجة نعملها مقلب، ما ينفعش. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.